يا حلاوتك يا اهلي، يا ثلاثياتك يا اهلي. نفسي اعرف فيها ايه لو لعبنا بنفس الطريقه بنفس الروح من بدايه الدوري. كان زماننا حسمنا الدوري من زمان، وما فرقش معانا الماتشات اللي جايه، وما فرقش معانا نتائج بيراميدز ونادي الزمالك. بس للاسف عندنا مدرب كفتاجي كان بيجرب اللعيبه. تحذير بقى للاداره الفنيه في النادي الاهلي، وتحذير للمدرب الجديد. اوعوا تقعدوا حسين الشحات دكه لاي حد. شوف حسين الشحات شروطه ايه وعايز ايه عشان يجدد واعملوه له. لو عايز يبقى رئيس النادي الاهلي مكان الكابتن محمود الخطيب خلوه، بس جددوا له. ولو من شروطه بقى يمشي زيزو وامام، مشوهم وجددوا له. يا جدع ما شاء الله عليه، ربنا يحميه النادي الاهلي. في اول ربع ساعه جاب لك هدف وعمل لك ضربه جزاء، وبسبب ضربه الجزاء دي سجلنا الهدف الثاني. ولا من قلبي لله يسامحكم كنت بتلعبوه في مكان مش في مكانه، وكنت قاتلينه من بدايه الدوري وخليتونا نقول عليه ده انتهى خلاص. بس الحمد لله بعد ما رقنا نشف رجع يلعب في مكانه المفضل، وسجل هدف النهارده وسجل هدفين وعمل لك اسيست في المباراه اللي فاتت، مباراه نادي الزمالك. فبن شرقي بيقدم حلويات مع النادي الاهلي لما رجع يلعب في مكانه المفضل. قلناها 100,000 مره وهنفضل نقولها، ما ينفعش زيزو وامام وتريزيجيه وبن شرقي يلعبوا مع بعض. وشفت لما ريح حد منهم وكل واحد لاعب في مكانه الطبيعي شكلنا بقى حلو ازاي، وبقينا بنكسب بالتلاتة. هي مش رص لعيبه وخلاص. اهو سيراميكا عملها لك وقدم لك هديه وعطل بيراميدز شويه، وباذن الله يعطل الزمالك في المباراه اللي جايه. لو ما حصلش وعطل نادي الزمالك ونادي الزمالك خد الدوري واحنا ما خدناش الدوري، اهو موسم وخلص وصفحه واتقفلت، ونركز في اللي جاي ونمشي المدرب الكفتاجي اللي عندنا. بس اهم حاجه نقدر نختار مدرب كويس عارف قيمه النادي الاهلي ويقدر يتعامل مع اللعيبه اللي عندنا. الحمد لله موسم عدى باخفاقاته وكوارثه، ما نفكرش في اللي فات ونفكر في اللي جاي، وباذن الله اللي جاي احلى، وباذن الله النادي الاهلي يرجع ويكسر الدنيا من تاني. كلنا عارفين النادي الاهلي لما بيقع موسم ايه اللي بيحصل في المواسم اللي جايه. باذن الله كل البطولات اهلاويه. بس كده، يلا سلام.